اهلا وسهلا بكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ اموركم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، ونلقاكم هذا الفيديو بالف خير ان شاء الله. في اول هذا الفيديو كنقول لكم رمضان مبارك سعيد مقدما. نتمنى يا ربي يدخل عليكم بالصحه والسلامه. لاول مره كتزور القناه ما تنساش الضغط على زر الاشتراك ولايك اللي عجبكم الفيديو، وبارطاج مع الحباب والصحاب، ودوب لنا التعليق، الله يدوب الحسناتكم، حرمت هاد العواشر يا ربي. المهم غندوزو الموضوع ديالنا، ديال العقة والاب ديالها. صراحة البارح كنت شوية متشائمة من تفرجت اللايف ديال البيتوتي وبنته، اللي بينوا لنا بان القضية ديال سعاد خاوية، رغم ان عندها الدلائل، ورغم انها يعني حطات الدليل ديالها في عند القضاء وداكشي والشهود اللي شهدوا، فبينا بان داكشي اللي عطاته للقاضي غير مقنع وماشي شي حاجه. في حين منين خرجات حنان بانوراما وهضروا في الموضوع ووضحوا شنو كاين، فعلى حساب ما فهمت ان هاد السيد كيحاول، ماشي كيحاول، كيحاربها باش ما توصلش الادله والشهود اللي كانوا في الواقعه. انا بغيت نركز لكم على الشهود اللي كانوا حاضرين نهار الواقعه راه تكررت وتكررت، ولكن كاين اللي شاف شنو وقع ما بين البنت والاب ديالها، اللي هي المساعده ديالها اللي كانت معاهم، عايشه معاهم في داك الوقت اللي كانوا مازالين مجموعين وكانوا اسره وحده. فهاد القضيه ديال هاد المساعده انا كنت سمعتها شحال هادي اقسم بالله راني ما غنكذبش عليكم والعواشر هادي. الا سمعت هاد القضيه ديال المساعده انها شايفه شي حاجه ما بين البنت والاب، سمعتها شحال هادي وقالتها لسعاد، وناضت الروينه اكيد، وناض الصداع ودابزو مع ديك المساعده مسكينه، وضربوها وخرجت بحالتها ومشات بحالتها. فهادشي سمعناه. اتقولوا لي منين المساعده كانت معاها وقالت لها قالت لها شنو وقع ما بين البنت والاب، علاش ما مشاتش يعني دارت دعوه وتبعت القضيه؟ نقول لكم داك الوقت سعاد كانت اول حاجه خايفه، كانت مريضه شي شويه، كانت يعني مهتزه نفسيا، كانت تالفه، كان عندها بزاف ديال الضغوطات وبزاف ديال المشاكل، زائد ما كاينش اللي يشد لها في يديها ويوريها الطريق الصحيحه ويوريها شنو غدير. فلهذا يعني راه صعيب ان شي تسمع ان كاينه علاقه ما بين البنت والاب. راه ما تخلكش لدماغك، راه غير خصك واحد الفتره، واحد المده وانت تخمي فيها باش عاد يعني تدخل لك لدماغك. يعني راه ما حتى واحد ما يتوقع هذا الامر هذا، فراه صعيب بزاف باش تقبلها. وبقات هكاك الامور حتى تطورات، حتى يعني حتى طلقوا، حتى مشاو الولاد عاشوا مع باهم تا حتى وصلنا لهذا الوقت هذا. اليوم شنو الجديد في هاد المساله هذه اللي او هاد النقطه هذه بالضبط اللي هي المساعده؟ اليوم الجديد ان لقاو هاد المساعده وتواصلوا معها وطلبوها الشهاده وصيفطوا لها عون قضائي باش تجي تشهد، ولكن رفضات. علاش رفضات؟ لان بكريشه داير لها عساس في الخدمه ديالها باش ما توصلش باستدعاء ديال العون القضائي. واش شدت عليها الفلوس؟ الله اعلم. واش مهدة ديك البنت؟ الله اعلم. المهم في القضيه ان كاينه شي حاجه، ولكن غير باش تعرف هذيك المساعده راه غتجي بالسيف عليها ولا بالخاطر، راه غتجي يعني تمشي تدلي بالشهاده ديالها وتقول شنو شافت. سعاد ما كطالبهاش بشي حاجه كثيره، كطالبها تقول داكشي اللي شافته بالضبط، داكشي اللي قالته نهار الاول سعاد تقولوا اليوم امام المحكمه. ف كيف ما شتو خرجوا ناشطين ضاحكين كيستهزئوا بسعاد، وفي الليل داروا عاوتاني واحد اللايف مكملين ومطلعين الادسنس طالع، خاصهم يزيدوا يطلعوه على ظهر سعاد وعلى ظهر هذا المشكل هذا وعلى ظهر هذا العاقه.
اللي تارني ان هاد الديوتي كيهضر بصفتو مراه ماشي بصفتو اب وراجل. هاد ديوتي، هاد قليل الذمه، هاد قليل الرجوله، كيهضر بصفتو مراه ناسي راسو انه راجل. كيقول لك انا كنت كنسهر على ولادي وكنشوفهم شنو خاصهم، وانا اللي كنت يعني قريب ليهم وحاميهم وما نعرف شنو كندير عليهم باش ما يتخصهم حتى شي حاجه. شنو هما هاد الحوايج؟ قال لك الا كان دوش انا ندوش لهم، الا كان مدرسه انا نديهم، ماكله نديرها لهم، نلبسهم، نغطيهم قال لك بالليل. والمصيبه راك راجل، راك راجل. هاد الدور اللي كنتي كتأديه راه خاص المراه اللي تخليها ديرو، وانت تمشي تقلب على الريال وتجيبوا لولادك توكلوا لهم. فهمتي؟ انت راه خاصك تجيب لهم المأكل، وتجيب لهم اللباس ديالهم، تجيب لهم شنو خاصهم باش يسافروا، باش يمشيو يقراو، باش ماشي نغطيهم ونوكلهم. راه داكشي ديال الدور ديال المراه باش تعرف راسك نسايوي، باش تعرف راسك مرايوي، مرايوي نتايا ماشي راجل. وفي نفس اللايف طرتو عند القضيه ديال لبنى، فاش كانت خرجت في داك اللايف ديالها يمكن ولا فيديو ولا ما نعرف شنو، اللي فاش قالت داكشي اللي كيتقال على بكريشه وعلى يسرى صحيح، وكملات كتقول بانهم فعلا ما كيعرفوش يربيو وما مولفينش بلي بيبي في الدار، وما مولفينش بالترابي في الدار. ياك بغيتو تقلبوا لنا زعما المفاهيم؟ شنو خارج طوندونس على بكريشه وعلى بنته؟ هو زين المحارم. ديك السريعه كتلوح نويطات، كتعطيكم كما نقولوا واحد تنبيه، كتقول لكم اتونسيون راني هنا، راه خاصكم ديروا لي قيمه وتخرجوا وتعليوا من مرتبتي ولا نخرج نفضحكم. وهادشي اللي كنشوفوه في الفيديوهات ديالكم وكنشوفوهم في اللايفات ديالكم. ما يمكن لكم شي لايف ولا شي فيديو ما تجبدوش السريعه وتعظموا من داكشي اللي كدير معاكم، مع اننا حنا كنشوفوها غازت خلاتها على بابكم، ما زيدتكمش نهائيا للقدام، زاد كملت على بابكم الباهيه. فهمتي؟ فكيفاش انت كتقول بانك حريص على وليداتك وانك كتهتم بوليداتك، ودابا كتقول السريعه بانك غير مهتم وبقات كتبكي وما نعرف شنو وما كاش اللي يعاونها، والبنت مريضه وخاصها، ولا البنت كان خاصها الحليب وانت ناعس وما مسوقش. البنت راه خاصها الحليب، خاصها ما ترضع وانت ناعس، وانت كتقول بانك كنتي كتغطيهم وكتسهر عليهم في الليل. يعني كتفرشوا راسكم بيديكم، كتفرشوا راسكم، كتفارشوا مع بعضياتكم بيديكم. حنا ما قلنا والو، حنا هادشي سمعناه في اللايفات ديالكم في نفس اللايف. يعني ماشي دازت واحد 15 يوم كما نقولوا ولا سيمانه كما كيقولوا نسي الكذاب وسولو، وما سولكم حد، نتوما اللي غير جالسين بلا 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 وكتعاودوا شنو كاين. علاش؟ لانكم كتقلبوا على الصرف، كتقلبوا على الادسنس تطلعوه، ولكن راكم ناسين بانكم كتفرشوا راسكم. حنا كنبينوا هاد الحقائق وهاد التناقضات في الاقوال ديالكم غير من دوك المكلخات اللي كيمشيو يصفقوا لكم وكيطبلوا لكم وكيقولوا لكم لا مزيانين، راكم غير حاسدينكم ولا غير غيرين منكم. تنبينوا لكم ها حنا كنشدكم من لساناتكم، راه ما كنجيبوش شي حاجه من عندنا، راه داكشي اللي كتقولوه نتوما هو اللي كنحطوه حنايا عندنا في القنوات ديالنا. يعني ما كنمشيوش حنا نتصنتوا عليكم ولا نجيبوا خباراتكم ولا نطلقوا شي عساس عليكم ولا لا، هذا يعني الخرجات ديالكم، واكيد الخرجات ديالكم كتكون محسوبه. فصراحه كتعياو ما تخبعوا وكما نقولوا تزوقوا وتلمعوا الصوره ديالكم، ولكن الصوره ديالكم زيرو زيرو. نتوما اكفس اسره واحقر اسره شناها في السوشيال ميديا. مازال غندير واحد الفيديو على السريعه اللي خرجت تهضر حتى هي في نفس اللايف،
لان بدات بكم اللايف وخلات يعني اللايف طالع، وهي مشات كانت كترضع قال لك بنتها. انا عمري ما شفت شي وحده اللي كل مره كتقول لك انا غادا نرضع بنتي، هاني جايه نرضع بنتي، وفي التالي اعطيها طاسه د الحليب. ما عمري هذه شفتها. المهم ما علينا. ففعلا نتوما احقر اسره شناها. فهادشي ماشي كنقولوا حنا من فراغ ولا غير كنبغيو نتبلاو عليكم ولا لا، حنا كنشوفوا داكشي اللي كتحطوه نتوما والاقوال والتصاريح اللي كتخرجوا بيه نتوما هما اللي كنبنيو عليها حنايا يعني الانتقاد ديالنا. راه ما كان كما قلت لك، راه ما كنمشيوش نديروا عليكم عساس ولا نمشيو نتصنتوا عليكم ولا. فباش تبين لي انت راك واحد الاب مثالي، انت راك غير نسايوي، انت مرايوي، فهمتي؟ راه قلتها لك ونعاودها لك. لان الراجل هو اللي ما يرضاش انه يجلس في الدار ويخلي المراه تمشي تخدم ويقول لك انا كنقابل الدراري. لا سيدي، خرج انت تخدم وخلي المراه تقابل الدراري. هذه اول نقطه. بعدا ثاني حاجه اللي كتمجد يعني وكتبينوا ديك السريعه راها دارت لكم شي انجاز عظيم في ديك الاسره، راه غير جات شوهاتكم وكثرت العديان عليكم وكثرت العينين عليكم صافي، وراها شدكم اليد اللي كتحرقكم، لا اقل ولا اكثر. بالنسبه ديك العاقه راه المستقبل مازال جاي في الطريقه بنتي. ما تشوفيش دابا شنو وصلتي. السخطه مازال توصلك طال الزمان ولا قصار. ف الايام بيننا وسنرى فين غتوصلوا. لا انتي ولا الاب ولا ديك السريعه التالفه على حبابها، الشيطه على حبابها. المهم خوتي خواتاتي، هذا هو لا فيديو ديالنا اليوم. شكرا لكم، شكرا للتتبع ديالكم. نتلاقاكم في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.